السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايه لكم النهارده فيديو جديد بقى، فقلت اشتريت اروح السوق يعني اشتري شويه حاجات كده. اتمنى كده دعمكم كده باللايك يا حبايبي. ونشوف بقى احنا جايبين ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت جبنه قريش وزنت لي على 50. جبت شاي اخضر ده ب20 جنيه سايب. تمام. ايه تاني؟ جبت ملوخيه ناشفه اسواني جميله لرمضان. جبت النص عامل ايه 70. ملوخيه اسواني جميله، جبت النص عامل 70. جبت شاور سايب جايبه ب20 بس. تمام. الازازه دي عامله 70 ازازه زيت. وجبت نص فول، هو الكيلو عمل 45 بتاع 54 عفوا. وجبته ب15 جنيه اللي هو الفول المدشوش اللي بتحط عليه، وعندي عدس. ودول بقى ايه؟ مرق الدجاج. وجبت ديت ايه، معلقه كده اذكار الصباح والمساء، بتتعلق في المطبخ على التلاجة، بتبقى حلوه قوي. دي عامله 20 جنيه. دي المشتريات البسيطه بتاعتي النهارده، واكمل ان شاء الله الفيديو المشتريات التانية باذن الله الجزء التاني. اتمنى كده الفيديو يعجبكم. ورجعت لحضراتكم تاني بقى بعد ما جبت شويه المشتريات. قلت افطر بقى، طلعت الجبنه وهعمل الفينو دوب جبنه. تمام. عملت بقى ايه الجبنه. تمام. عملت سندوتشين كده ومعايا برتقانيه كمان. هفطر بقى وارجع لحضراتكم تاني نشوف الروتين بتاعنا ايه هنكمله. رجعت لحضراتكم تاني دلوقتي بعد ما فطرت. هنعمل مع بعض سندوتشات كده. معايا بطاطستين، هعمل بطاطس محمره. تمام. معايا ربع من الفراخ مقطعاها شرايح وغسلها كويس جدا بالليمون والدقيق. تمام. معايا بقى صويا صوص. معايا بقى ايه التوابل. معايا بقى ايه توابل. معايا كاري وكركم. تمام. ومعايا كمون، ومعايا كزبره، فلفل اسود، بهارات فراخ، بابريكا، ملح، توم باودر، بصل باودر. احطهم عندي في البوله ديت، وهنزل عليهم بالصويا صوص. تمام. هنزل عليهم بالصويا صوص، وهنزل عليهم بالزيت. هنزل عليهم بايه؟ هنزل عليهم بالزيت. تمام. وهنزل عليهم بالزيت. تمام. هنزل ايه بالفراخ بتاعتي بقى، بالفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلبها كويس جدا. تمام. تبلتها اهيت. تمام. وهقشر البطاطس واحطها في ميه. تمام. لغايه لما قرب ايه ان انا اقليها في الزيت. تمام. هحطها في التلاجة. وطبعا انا هقطع بقى البصل جوليان والفلفل. عندي فلفل في الفريزر اللي هو الفلفل الرومي اللي هو الالوان، وهقطع الاخضر بس، اللي كان الاصفر والاحمر عاملاهم ايه في الفريزر. تمام. عشان ما كانش متوفر عندي اخضر. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. عايزه كده القناه تكبر بيكي وليك ان شاء الله. بتاعت الليفت ديت. تمام. ورجعت لحضراتكم تاني دلوقتي بقى. انا نقعت البطاطس. تمام. وعملت كده البوتاجاز، نضفته مسحته يعني وكده. وايه دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الغدا بتاعنا. طبعا احنا تبلنا الفراخ في اللهم صل على النبي في الايه في التلاجة حطيناها. وهنقطع شرايح الطماطمايه كده وبصلايه وفلفلايه. تمام. الطماطمايه والبصلايه والفلفلايه اقطعهم شرايح جوليان كده على مقاس ايه الفاهيتا بتاعتنا. تمام. عايزه تحطي الفاهيتا زبادي زي ما انت عايزه، او رايب، او حبه لبن صغننين كده زي ما انت عايزه. حط بقى الطماطمايه والبصل والفلفلايه، ومعايا توم. تمام. ومعايا بقى فلفل الوان كمان كان في الفريزر. تمام. وحطيت الطاسه على النار، ومعايا الفلفل، ومعايا الفراخ، ومعايا الزبده على النار. احط لها شويه زيت وهنزل عليها بالفراخ. تمام. احط شويه زيت. اروح برضو ايه اشحن الموبايل شويه. تمام. البصل والطماطم هنزل عليها بالفراخ بتاعتي. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. هدي عليها النار عشان ايه ما تنزلش الميه بتاعتها، تغير لونها كده وارجع لكم. ده الفلفل طلعته من الفريزر، واحط البصل بقى وايه والفراخ بتاعتي خلاص اهي تمام. هنزل عليها بالبصل والثوم وكل الخضار بتاعي ده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى ايه الفلفل الالوان بتاعنا. انا كنت جايبه اللي هو الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر، هنزود بس فلفل اسود وملح. طبعا انا ايه بحمر كده في البطاطس، ودي الفايده بتاعتي. احط لها بقى ايه نص ليمونه كده، تدي طعم حلو قوي الليمونه دي. من كده تدعميني كده باللايك يا حبايبي، كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. دي الفراخ اللي عملتها معايا جبنه موزاريلا والعيش، وده صوص عملته ايه بمستردة ومايونيز كاتشب والبطاطس المقرمشه تمام. هنعمل السندوتشات بقى نحطها على الجريل بحته زبده. ورجعت لحضراتكم تاني دلوقتي بقى ايه حطيت السندوتشات بقى على حته زبده تمام. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه، عايزه كده القناه تكبر بيكي وليكي ان شاء الله. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يعجبكم. عملت السندوتشات الجميله اهي تمام. بحط بقى البيبس وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.